زرت أكبر مكتبة في برشلونة ولقيت كتاب نادر على نادي برشلونة، وداكشي اللي لقيته في الكتاب صادم وغير متوقع. مرحبا بكم في مكتبة غابرييل ماركيز غارسيا، أكبر مكتبة في برشلونة. غادي نشوفوا علاش تسمات بهذا الاسم، وغادي نشوفوا علاش تصنفت أحسن مكتبة في العالم. الشكل من الخارج يشبه كتب مكدسة فوق بعض. المبنى كامل مصنوع بالخشب الطبيعي، دافئ وهادئ من الداخل. فيه 6 ديال الطوابق وفناء داخلي مثلث مع إضاءة طبيعية من السقف. صمم بمعايير بيئية عالمية ويقلل البصمة الكربونية. فاش دخلت المكتبة حسيت أنني داخل كتاب ماشي داخل المكتبة. من هو غارسيا ماركيز؟ كاتب كولومبي، نوبل في الأدب، صاحب رواية 100 عام من العزلة. عاش في برشلونة ما بين 1967 و 1975، وهنا كتب روايته الشهيرة 100 عام من العزلة. برشلونة كرمته بتسمية أعظم مكتبة فيها باسمه. تخيل مكتبة كاملة مبنية على خيال كاتب واحد. في سنة 2023 فازت بجائزة أحسن مكتبة جديدة في العالم من اتحاد المكتبات الدولي، وهي أول مكتبة إسبانية كتاخذ هذا اللقب في التاريخ. فيها تقنية حديثة وأكشاك استعارة ذاتية وأنظمة ذكية. يعني هذه ماشي فقط مكتبة، ولكن مركز مجتمعي كامل للتعلم والتواصل. هذه المكتبة متخصصة في الأدب اللاتيني الأمريكي، وفيها مجموعة كوميكس إسبانية نادرة لفرانسيسكو إيبانيز. يعني المكان كامل كيخليك ترتاح ويحفزك على التفكير والدراسة والإنتاج. الإدارة ديال المكتبة طلبوا مني أنني ما نصورش الناس وما نبينهمش في الوجه ديالهم، ولكن هنايا شكون سوق لك؟ كلشي مهتم براسو وكلشي خدام على راسو، حتى واحد ما مسوق لك. هنايا شي اسبانيين بقاو غير كيشوفوا فيا، سحبت ليه هرست لهم الاريكه ديالهم. هذا المكان هادئ ومريح جدا، وهنايا دخلت في الفلو، وصلت لاعلى درجات التركيز، واكتشفت الامجاد ديال تاريخ نادي برشلونة، وبانه اكثر من مجرد نادي، وانه رمز من رموز المقاومه. للاسف المكتبه غادي تسد وانا ما جلستش بزاف، ولكن واخا كانت تجربه جد قصيره، ولكن كانت تجربه استثنائيه رائعه وغادي تبقى في الذاكره. الاصدقاء، الى جيتوا لبرشلونه ما تنساوش تمشيو لهذه المكتبه. الفيديو الجاي غادي يكون على الجانب المظلم لمدينه برشلونه. خليو شي كومونتير وشي جيم زوين بحالكم. بيس.